هذه وينها؟ وين تدوح؟ خيرها قاعدة ما جتش. أنا نبه تروح اليوم ويا حلالها مني. والله أنا نشوفها ماما إنك مكبرة الموضوع على الفاضي. خلي تروح ميسم ونتأكدوا منها. علاش كل هالانفعالات؟ ضغطك يزيد بعدين. شنو قصدك يا حماة نورهان؟ إن أنا كذابة؟ معقولة ما فيش ثقة طولها 8 سنين وأنا كنا عندكم أول حفيدة لكم؟ أنا أقسم بالله ما هو هذا قصدي. فهمتني غلط. كيف نكذبك؟ قلت تجي ميسم ونفهموا منها. مرت أصلا أنت فهمت الموضوع غلط، لأن ميسم ما يطلعش منها الكلام هذا. السلام عليكم. مساء الخير. شرفت ست الحسن والدلال. في حاجة أهلا بيكم. أنت جايبت لكم خبر من الأخير طازة. والله محتاجين الأخبار الباهية. قولي لنا يا مرت أخوي، شنو عندك من أخبار؟ إن شاء الله بعد 8 شهور حجيكم يا حفيدة أم نجيكم حفيد، الله أعلم عاد. ما شاء الله ما شاء الله، ألف 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 مبروك إن شاء الله. الحمد لله يا ربي خليت نعيش ونشوفها اليوم. إن شاء الله يا رب. ألف مبروك. وعديني لو جتكم بنت سماها نورهان. أنت شو تقولي؟ مش فادتنا أنت وجليلة الصغيرة؟ لا تو نبو حفيد نبو حفيد. ولا زبادة يا عمتي زي وليت بنية، المهم الخلق التامة. ما قلنا شيء ما قلنا شيء، المهم الحمد لله ربي خلاني نشوفها اليوم. وما زالت مشي تشوف صغار ولدك صدام، وتشوف صغار ولدك فهد، وتشوف صغار بنتك مرهان، وصغار صغار 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 صغار، وتشوف حتى صغار جليلة بعون الله. امين يا ربي امين. من فمك لباب السبيل، الله يحفظك يا ربي. الفكرة إن كمان صدام قالوا لي إن بينهم مشاكل ما كانتهم صعاب، وإنها دائما طموحها إنها تكون مسيطرة. يمكن هذه لو حطيت إيد بإيدها يمكن نقدر نوصل لحل معين. غيرك ما تفكرني في روحي ولا شيء. كنت نقول زي ما أبوي قاعد ولا طلع. عارفة من يوم ما جبرني على الزواج من هذا اللي اسمه أحمد وأنا كرهته. ترمي نفسك انت تتكلمي قدامي على ابوك. هذا ابوك يا متحشمش على وجهك. وشنو ندير بالله؟ هذا شعوري، هذا احساسي اتجاهه. اكيد ما فيش كيف نغير شعوري ولا احساسي. حسب علمي عنده اجتماع مشغول، وانا بعد شويه بطلع، فلذلك يفضل انك ترجع الحوش راجع. مش مصدق اللي قاعده انا نشوف فيه منكم. انا بنتكم حسب علمي. حسوا بيا لما جيت قلت تهربوا مني، كل واحد بمكان، مشاويرك ومشاريعك وأشغالك أهم مني. خلاص ما تمرضينيش. يلا السلام عليكم. سؤال واحد بخاطر، أنا شو نديرت لهم؟ معقولة أنا في حياتهم إثم للدرجة هذه؟ ولا حد من أهلي فاضي بيا لدرجة أول فرصة جت لي بوي اضطرني مع أول واحد جاي خطبني. يا ريتو حتى خلوني نختار الشيء اللي أنا نبيه. طول عمرهم هم يفصلوا وأنا نلبس. أنا أصلا ماشي على خطاهم. أنا بنفهم شنو الغلط اللي درته حتى ميسون تعيش كل هالمأساة. ما شاء الله عليك، شكلك واحدة كويسة. الحق أنا بكرة ندور أنا وبنتي هادي ومتنا من العطش. قلنا خلينا نطق باب حوشهم، لو طلعونا ناس فيهم خير أكيد يسقونا شوية مية. اللطف كله طاسة مية. بالمناسبة قولي لي علاش مبكر دوري انت وبنتك؟ شنو فيه؟ أنا اسمي كامل، وبصراحة أنا تزوجت من شخص حطيت العالم كله على خاطر حتى أهلي، بس طلع واحد ما يستاهل. دمرني، كان كل يوم يضربني ويهيني ويذلني وتحملت بس عشان بنتي. بس يوم استكشفت انه هو ناوي يبيع بنتي بس عشان يجيب ثمن لحتى يشرب فيه السم الهاري، هنا حطت لحد وهربت منه. صراحة اليوم أنا
لا مأوى ولا مكان أتآوى فيه أنا وهالبنت، ومانيش عارفة الدنيا ممكن وين تاخدنا أنا وهالبنت المسكينة. خلاص يا كارلا، تقعدي هنا لين ربي يكتب لكم وين تمشوا، وأنا مش حنخليك تطلعي من هنا إلا لما نتأكد إن حد من أهلك جا ياخدك. بس إني نخليك هيك تمشي في الشوارع أنت والبنت الصغيرة مستحيل. رجب، منو هذه الخسيسة اللي انت حاطها لي مشرفة عليك انت وحاطها لي سكرتيرتك الخاصة؟ وعلاش الكلام هو كله انا ما ندريش عليه بصفتي المديرة التنفيذية للشركة هذه؟ والقرارات كلها حتى لو كنت المديرة التنفيذية أنا اللي نتخذها، بكون المدير العام على الشركة هذه وكل الشركات. وحتى لو كنت المديرة التنفيذية لا يمكن أنت تاخذي قراراتي الخاصة، فاهمة؟ رجب المنصور، انا مش مرتك الغبية فادية، فهم؟ وواضح انك بديت تلعب بيدلك. شوفني، ما تخليش نضطر اني نفتح وراقيك اللي نعرفها كلها واللي عندي عليها بالدليل الثابت، ومش حنسمح للسكرتيرة التافه هذا تاخذ مكاني، فاهم؟ السيد رجب المنصور هنا، ايه هنا، لكن في مكتبه. خلينا نمشي نستأذن منه ونقول له في حد بيشوفك. شوفي جاي، انا هنا مهناش ولا حد حتستأذني منه، لاني انا بنت جبل المنصور ميسون. يا اهلا وسهلا بك، سوري ما عرفتكش، انا هنا تم تعييني من جديد السكرتيرة الخاصة للسيد رجب المنصور ومشرفة على المكاتب. اوكي، ما انا حفظيني، بس نقول لك هديك اللي معينينها المديرة التنفيذية شكلها مش عاجبها ان انا السكرتيرة الجديدة، فمدايرة مشكلة كبرها، يمكن تخش لها توا تلقيه معصب، مش عارفة. قصدك سوسن، واحدة هيك شعرها أحمر؟ أيوة بالضبط، وديما هيك لاصقة فيه وتتدخل في الكبيرة والصغيرة، مش عاجبها يعني اليوم السكرتيرة الخاصة لي، بعدين هي شو نداخلها؟ وبوش رأيي بالموضوع؟ تصوري تو كنا نسمع فاهم جت له دعكة هيك كبر، وللأسف السيد رجب المنصور ما ردش عليها، المفروض رد عليها رد قوي، وقفها عند حدها. حتى لو مديرة تنفيذية في النهاية الكلمة الأخيرة واللي يربط واللي يقود هو السيد رجب المنصور، ملاش الحق هي تختار ولا تقول من يتوظف أو من وين حد ينحط. هي مين اللي يعرف؟ ممنوع حد يتدخل في حياتك. شو صاير في الدنيا؟ علاش بوي سامح لوحدة زي هذه تتدخل في أموره؟ أصلا منو هذه؟ وكيف وصلت لمرحلة إنها هي اليوم المديرة التنفيذية؟ ظهر إحنا لازم نحلوا عيننا صح.